بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم دائما أخو مسلم من قناة ألجيريا تك. فيديو جديد إن شاء الله فيما يخص الهجرة إلى كندا. فيديو جديد من سلسلة هجرة إلى كندا، سلسلة مهاجر كما كنا ديجا تكلمنا فيها. يعني الفيديوهات اللي كانوا من قبل يعني لقاو صدى كبير من عندكم ولقاو تفاعل كبير. هذه حاجة ما شاء الله، هذه حاجة تحفزني إن شاء الله بإذن الله باش نكمل إن شاء الله ندير لكم فيديوهات. دعونا دعوة خير من عندكم إن شاء الله تعالى، وربي إن شاء الله يوفق أي إنسان باغي يهاجر إلى كندا. ربي إن شاء الله ييسر له ويوفقه إن شاء الله. والخطوة الأولى هي أنك تفهم الهجرة إلى كندا. نهار تفهم الهجرة إلى كندا بإذن الله تولي لك حاجة سهلة بزاف بزاف أنك تهاجر لكندا، لأنه الهجرة إلى كندا ماهيش سهلة وماهيش مستحيلة. يعني في نفس الوقت الإنسان اللي يحط صبو ديال يكون يكون انسان ميثوديك، اللي هو بمعنى انه يكون انسان على باله يهز المعلومه ويخطط الطريق تاعو. ان شاء الله باذن الله ربي ييسر له ويجي لهنا باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله اليوم راح نتكلم على اهم شيئين. يعني الانسان اللي يهاجر لكندا يعني احسن انه يكون عنده عليهم نظره ويكونوا عنده ديجا. هادو زوج حوايج يسون تري امبورطون كما نقولوا حنا، كما يقولها القاوري، هادو مهمين جدا جدا، لانه بلا هادو ما تقدرش تهاجر لكندا. يعني باش نكون معك صريح، كاين بزاف ناس يقول لك مثلا كندا تفتح باب التسجيل، كندا تفتح ما على باليش واش كاين، كندا تطلب مهاجرين بدون لغه وبدون خبره وبدون شهاده وبدون. هذوك راهم يكذبوا عليكم، هذوك راهم يبيعوكم في الهواء، وراهم صابو دير يحوسوا على المشاهدات ويحوسوا على حوايج اللي صابو دير ما همش كيما نقولوا حنا، يكذبوا عليكم، يستغلوا في المشاعر تاع الناس. انا باذن الله في القناه تاعي هذه يعني راح نتكلم لكم الحقيقه، وراح نقول لكم يعني المعلومات الحقيقيه. كاين بعض الناس ممكن كي نبدا نتكلم له تجيه صعيبه، حاجه ما هي صعيبه. الانسان يتكل على ربي سبحانه وتعالى ويهز المعلومه، وكما جاو الناس من قبلك لهنا تقدر تجي لهنا بكل سهوله. يعني ماهيش حاجه كبيره بزاف. اليوم قلنا نتكلموا على امرين مهمين اللي هما اللغه ومعادله الشهادات. نبداو ان شاء الله على اللغه اول حاجه نبداو نتكلموا يعني نكونوا منطقيين. اللغه انت ناوي تهاجر لبلاد لازم تتعلم اللغه تاعها، لازم تتعلم اللغه تاعها. كندا عندها نظام هجره، معناتها الحسابات كل راهي دايرتهم، الحسابات كل راهي دايرتهم وعلى بالها فيهم. كي دارت امتحان اللغه الشرط هي على بالها بلي انت من بعد كي تجي لهنا لكندا كون ما تكونش تتكلم اللغه الفرنسيه ولا الانجليزيه. ما يخفاش عليكم بلي كندا بلي عندها لغتين رسميتين، هي اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه. كاين بعض المقاطعات يتكلموا باللغه الانجليزيه، وكاين مقاطعه واحده تتكلم باللغه الفرنسيه على ما اظن، وكاين مقاطعات يتكلموا باللغتين في اثنين، معناتها فرنسي وانجلي. انت راح تهاجر لكندا على الاقل يكون عندك وحده فيهم على الاقل. هذه يعني بلا ما تكون مشترطها كندا، معناتها انت ناوي تهاجر ابدا تحسن في اللغه تاعك، ابدا دير ابدا كيما نقولوا حنايا تتعلم، ابدا دير الامورات اللي ينفعوك. ما تقعد صافو دير تتمنى على الله الاماني بغى يروح لكندا وانت ماكش متعب روحك. الانسان اللي باغي يجي لكندا لازم يتعب روحه، لازم يشقى، لازم يحوس، لازم يدير خطوات على جال باش يجي لكندا. هذه هي معناته اللغه راه شرط اساسي للهجره الى كندا. كما كنت قلت لكم اللغتين الفرنسيه والانجليزيه هما اللغتين اللي يتكلم بهم كندا، وهذو هما اللغتين اللي لازمك تعقب امتحان تاعهم باش تكون مقبول لكندا. اول حاجه بالنسبه للغه الفرنسيه كاين زوج امتحانين، هي TEF تيست ديفالواسيون دو فرونسي جو بونس هكذا. يعني لا غلط في البرونسياسيون ولا في الهضره، معناتها خاصه راني نتكلم على موضوع اللغه من حقه الانسان ما يغلطش، ولكن يعني جو بونس بلي اسمه TEF تيست ديفالواسيون دو فرونسي، و TCF تيست دو كونيسونس دو فرونسي. بصح ماهوش TCF العادي اللي يديروه الناس، هو TCF كندا. TCF كندا لانه TCF العادي جو بونس في الجزائر مثلا يعقبوه ب 1200، بصح TCF كندا راهو دوك لاحق واقع 4 ملايين، ما على باليش اكزاكتومون السعر تاعو اكزاكتومون. تقدر تدخل للCCF وتشوف قدا لو بري تاعو. معناته انت كيما تكلمنا لازم تكون عندك اللغه، باش تهاجر الى كندا.
تعقب ان شاء الله التاس وتشوف الريزلطات تاعك وتشوف انت واش هي امكانياتك في اللغه. ما تقوليش انا نعرف نتكلم الانجليزيه ولا انا استاذ انجليزيه ولا نعرف نتكلم الفرنسيه وانا استاذ فرنسيه، لانه حقيقه لازم تعقب التاس حتى وتكون انت هو فيكتور هيغو. صافو دير تكون انت هو اللي اخترعت اللغه الفرنسيه. هنا في كندا يامنوا بالورقه، عقب التاست وجيب لنا الريزلطه ونشوفوها ونقولوا لك واش نقدروا نديروا معاك. هذه بالنسبه للغه. بالنسبه للشيء الثاني هي معادله الشهادات. كما كنت قلت لكم راني نتكلم بصفه عامه، لحد الان مازلت نتكلم بصفه عامه. بالنسبه لمعادله الشهادات هي انه كندا كما كنت نهضر لكم الثقه في الوثيقه، ما تمن بحتى كما نقولوا حنايا تقول لها راني في الجزائر دكتور، تقول لك روح دير ليكيفالونس، دير معادله الشهادات هنا في كندا ونشوفوا واش تعطيو لك معادله الشهادات. نهار دير معادله الشهادات ويعطيو لك الدكتوراه حنا نحسبوا لك دكتوراه، نهار دير معادله الشهادات وانت دكتور ويعطيو لك ماستر دوغري نعطيو لك ماستر دوغري. معناتها لازم دير معادله الشهادات وفي الاخير كي تخلص ان شاء الله وتجيب لنا المعادله حنا رايحين نوتيوك على اساس واش قالت هذه المنظمه اللي دير معادله الشهادات. من المنظمات اللي يديروا معادله الشهادات هنا في كندا كاينه واس وورد إديوكيشن سيرفيسز. هذه معناته منظمه عالميه تهتم بمعادله الشهادات، المقر تاعها في امريكا وكندا على ما اظن. هذه هي يعني انا اللي درتها باش جيت لكندا باش نكون يعني نعطيكم المعلومات اكزاكت. وكاينه ايكاس وكاينه كيباك. قلنا كيباك راني مانيش لحد الان مانيش نتكلم عليها. كيباك راه عندها الانظمه تاعها الخاصه، لانه كيباك هي بروفنس ولكن تقدر تقول باللي عندها قوانينها الخاصه. ما بعد ان شاء الله باذن الله نفصل لكم في كيباك. قلنا كاين واس وايكاس، من بعد ان شاء الله ندير لكم فيديو تفصيلي كيفاه تحط ودير ان شاء الله المعادله تاع الشهاده تاعك، فهمتني؟ وان شاء الله ربي ييسر لك. كي يكونوا عندك هذو زوج حوايج صدقني غير نصف الطريق راك مشيتو، حتى وما تجيبش ريزلطه باهيه في اللغه. اللغه راح يمتحنوك في 3 مهارات: مهاره صافو دير الاستماع، ومهاره القراءه، ومهاره الكتابه، ومهاره التكلم. هذا 4 حوايج اللي رايحين كما نقولوا حنا يتستيوكم فيه. وعلى اساس هذه النقاط هذه راح يكون عندك صافو دير التقويم تاعك والنقاط اللي راح تديهم. هذه راني تكلمت اليوم ثاني بصفه عامه على هذو زوج الشيئين المهمين للهجره الى كندا. اذا كانوا عندك هذه الحوايج باذن الله تعالى راك نص طريق مشيتها باذن الله تعالى. انا راح نقول لكم الصح، مانيش نكذب عليكم. صافو دير مانيش نحوس على المشاهدات، راني نحوس باش تهزوا المعلومه دقيقه باش ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله وتجيو لهنا كندا. كان هذا يعني فيديو سريع لأهم شيئين لازم يكونوا عندكم باش تهاجروا الى كندا. اللي كان عنده اي تساؤل يحطونا في خانه التعليقات. كاينه حاجه بغيت نقول لكم ننوه عليها من فضلكم. انا اصلا كنت تبعت الفيديوهات تاعي، راك تلقاني باللي قلت في اول فيديو اني جاتني الفكره تاع اني ندير فيديوهات، لانه كاين الكثير من الاصدقاء الاعزاء على قلبي صابو دير يعيطوا لي ويسقسيوني، وانا للاسف هنا في كندا ما كانش الوقت. انا من قبل كانوا عندي اصدقاء جاوا لكندا وكنت نكونتاكتيهم ودي فوا نزعف منهم لانهم صافو دير دي فوا تعيط لهم ما يهزوش. انا كي جيت لكندا عرفت باللي في هنا في كندا مع الديكالاج تاع الوقت اولتهم، ومع صافو دير الانشغال هنا. اذا ما خدمتش راه واحد ما يهضر معك، راه واحد ما يجي يطلع عليك للدار. معناته لازمك تخدم ولازمك صابو دير تتحرك، وفي الحركه بركه كما نقولوها. لهذا من فضلك ما تقوليش اعطيني رقم الخط تاعك، بغيت نتشاور معاك ولا بغيت نحكي لك قصتك، راني راح نبارطاجي المعلومات صدقني وتتبعني من الآل الزاد باذن الله تعالى، باذن الله، وتكون انسان حارس باذن الله تجي لكندا. لهذا هذا واش نقول لكم من الاخر، يعني راني نعاونكم ان شاء الله باذن الله لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني صابو دير كيما انا الناس عاونتني راني نعاون فيكم ونعطيكم في معلومات بالطريقه تاعنا باللغه تاعنا، ونسي نسامبليفي لي شوز، نسي نبسط الاشياء على قد ما نقدر هكذا. مهم الناس اللي صافو دير عندها سؤال وعندها كا سبيسيال حطها في التعليق وباذن الله راح نجاوبك عليها. وشي واصبر عليا، بي بيشنت، صافو دير كونك صبور شويه علينا، لانه حقيقه هنا
راه ما كانش الوقت باش نجاوب الناس الكل، نسي نجاوب عليكم الكل، ونسي نعطي لك ستياسيون تاعك، نسي نجاوبك، ونسي نعطي لك معلومات. تابعني في الفيديوهات ان شاء الله باذن الله، وتلقى معايا ان شاء الله الحاجه اللي تخرج عليك، وربي ان شاء الله والله ولي التوفيق، ربي يوفقكم اجمعين، ونلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله تعالى. الى اللقاء، وربي ان شاء الله ييسر ويوفق المؤمنين الاماني والاحلام تاعهم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.